السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كوزينة السلام، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير على خير. اليوم كما تشوفوا معنا عندنا الفيديو جديد وجدت فلان بالكراميل كيخرج هائل ولذيذ. ما تصوروش المذاق ديالو مع هاد المكسرات. بقى معايا باش تشوفوا كيفاش كنحضروا ونبداو على بركه الله. هنا راه عندي يترو تاع الحليب، اليترو تاع الحليب كامل الدسم. بالنسبه للسكر ما غاديش ندير فيه، ما غادي ندير فيه كراميل، ما غاديش ندير فيه السكر. مكونات بسيطه والمذاق هائل. وهنا عندي الساشي زجوج تاع فلان، 5 غرام فيهم 5، يعني عندي 10 تاع غرام تاع فلان. غادي نديرهم في يطرو نديوهم ان شاء الله للنار حتى يتغلى. هنا قبل ما نديوه للنار نحركوهم مليح باش يطلق لينا هذاك الساشي تاع فلان، ونديوه ان شاء الله هذا نهار على النهار ما تكون زعما طالعه. نبقى نحركو كل مره نحركو. درك غادي نمشيو نوجدو كراميلو باش غادي نديروه في فلان ديالنا. بالنسبه للكميه تاع السكر هذاك على حسابكم، كل واحد كاين اللي بغى يحلو كاين اللي بغيه شويه من الصوص. هنا راني درتو، راكي تشوفوه درتو على نهار مهيله هو وجد ليا. وغادي نضيفو على فلان ديالنا. فلان ديالنا يكون صافي تغلى وغادي نكبوه ان شاء الله وهو سخون، يعني ما نخليوش يبرد ديريكتامون. تبي غادي نقلعوه من هذاك دوك يعني نكبوه نضيفوه على الحليب ديالنا وفلان ونخلطو مباشره بين نكبوه نخلطو تا يذوب لينا هذاك كراميلو ديالنا مع الحليب. وعاد نديروه في المول ديالنا نخلطو مليح، يعني راه في الساعه غادي يرجع يستجم يعني مع الحليب وكراميلو. ودرك غادي نوجدو هذاك كراميلو اللي غادي نديرو في المول. راك تشوف راني درتو وجد ليا، غادي نديرو في المول ديالي اي مول اللي بغيتو. غادي ندير في هذا المول، غادي نكبوه هو سخون، غادي نحركو شويه باش يعطي هذاك الطراف يوصل لهذاك الجنوب. هاهي عندنا صافي. درك غادي نديرو فلان ديالنا مباشره. غادي نقلعو الاول هذاك اللي الفوق، هذاك كشكوشه اللي الفوق تاع الحليب باش بين نقلبوها في الطبسي ما يكونش عندنا هذاك الطبقه. غادي نحيدوها الاول ومن بعد نكبو فلان ديالنا. صدقوني كيخرج هائل هائل. فلان تاع كراميلو كيخرج واش غنقول لكم مع المكسرات ما شاء الله. انا عندي المفضله وعندنا هنا في الدار كلشي كيبغيوها. ودرك غادي نضيفو داك غادي نكبو الفلان ديالنا في المول ديالنا وغادي نخلوه يبرد. انا غادي نخليه باه ما ندخلو للثلاجه لان الجو عندنا بارد. الا كنتو مزروبين عليه دخلوه للثلاجه يبرد في الساعه. هاهو من بعد ما برد لينا فلان وتجمد، درك غادي نقلبوه في الطبسي ديالنا تاع التقديم ونزوقوه بالمكسرات اللي عندكم في الدار. وهنا غادي نزوقو شويه بالصوص تاع الشكلاط، يعني اختياري كيعطي المذاق شويه زوين مع كراميلو وثاني كيعطي نظره زوينه. وهنا غادي نزوقو بالمكسرات. عندي اللوز اللي بغيتو تزوقو منه تزوقو منه. وعندي كاجو هنايا غادي نضيفو الفوق. صافي حنا كملنا. كتشوفوا معايا كيخرج هائل وفي المذاق ما عندي ما نقول لكم. ما درنا بالكراميل كيخرج هائل. ونتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتحطوا اللايك. جزاكم الله خير، ما كنخسروا عليه والو باش تحطوا اللايك وتكومبارطيو الفيديو. ونخليكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.